السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف الفيديو ده. الجار اللي قتل جاره، كل ده علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر الغسيل. اتنين ستات مع بعض، يعني واحدة فيهم حربوقة لدرجة جامدة قوي. ان حصل ان واحدة ساكنة في الدور الثالث والتانية ساكنة في الدور الثاني، واللي في الدور الثالث عايزة تنشر، ولكن اللي في الدور الثاني كل ما تيجي تغسل بتسيب الغسيل باليوم وباليومين لغاية ما الغسيل بيتطرب من تاني. وهنا اللي في الدور الثالث كل ما تيجي تغسل ايه اللي يحصل بقى؟ تضطر ان هي تركن الغسيل بتاعها لغايه اخر النهار لما هي تبقى تشيل الغسيل بتاعها اللي في الدور الثاني، او كمان ممكن ما تشيلهوش. فاللي حصل ان هي غسلت غسيل في يوم من الايام، ولكن كانت مستعجله بقى على الغسيل دوت، فبعتت لها بنتها مشكوره جدا طبعا ان هي بعتت لها بنتها الصغيره تخبط عليها وتقول لها بعد اذنك يا طنط ماما بتقول لك يا ريت تشيلي الغسيل علشان خاطر عايزه تنشر. قالت لها روحي طب دلوقتي عشان احنا مش فاضيين. طيب استنت ساعة ساعتين ثلاثة الغسيل ما اتشالش، فنزلت لها وقالت لها معلش يا حبيبتي يعني يا ريت لو تشيل الغسيل علشان خاطر بس ايه انشر. فالتانية ردت عليها وقالت لها يعني اعمل لك ايه؟ بقول لك احنا مش فاضيين، وبعدين انتوا يعني خلاص واقفه على الغسيل انا؟ قالت لها يا بنتي ما انا كل ما اجي اغسل ابص الاقيكي ايه؟ نشره، فبقول لك يعني عشان خاطر الغسيل ما ينقطش على غسيلك. قالت لها لا مش هشيله، ايه رايك بقى؟ فطبعا هنا الجاره اتضايقت وطلعت وحكت لجوزها عيد، فبتقول له حصل كذا 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 وان حابه مش عارفه انشر، وكل ما اجي انشر الاقيها نشره، ونزلت وبعت لها البت الاول وانا نزلت لها ومفيش فايده برضه. قال لها بقول لك ايه، انت مش بعت لها بنتك وكمان انت نزلت لها وهي ما شالتش الغسيل؟ خلاص انشري، ينقط ينقط مش مشكله، بدل ما هي بقى خلاص عرفت وما شالتوش تغطيه حتى بمشمع ونشرت الغسيل، ولكن الغسيل بتاعها كان بينقط، يعني في دفايه بقى الله اعلم بتنقط بزياده. فالمهم الغسيل كان بينقط على غسيل الست اللي تحت، ده طبيعي. تعمل ايه بقى؟ راحت قايله لجوزها، قالت له شوف اللي حصل كذا كذا، والوليه ما سمعتش كلامي ونشرت الغسيل والغسيل بتاعي كله اتغرق ميه. يعمل ايه الراجل بقى جوزها؟ راح طالع للراجل اللي فوق، راح مخبط عليه وقعد رزع على الباب. فتح له الراجل قال له ايه ده، في ايه؟ هو انت مضايقني ولا حاجه؟ انت بتخبط بالطريقه دي ليه؟ علشان خاطر ايه يعني؟ قال له عشان خاطر الغسيل اللي مراتك نشرته ومغرقه الغسيل بتاع مراتي. قال له طب بالراحه، طيب دلوقتي الغسيل بتاع مراتك بيقعد يوم واليومين واحنا ما بنعرفش ننشر، وبعتنا مراتك مره واتنين، هل الراجل اتفاهم معاه بقى؟ لا، قل ادبه عليه وبدا يعلي في صوته. فاللي حصل هنا راحت الزوجه اللي تحت اللي هي مرات الراجل اللي طلع راحت طالعه كمان معاها ايه؟ سكينه. الراجل مسك من مراته السكينه وعمل فيها 7 رجاله، وراح داخل على عيد اللي في الدور الثالث واداله 3 طعنات في صدره وموته في الحال. يعمل ايه بقى كمان؟ ياخد بعضه ويطلع على الاسم ويسبق. قال يعني خلاص ان انا يعني ايه اللي حصل ان الجار ده اتعدى عليا وعورني في ايدي. في الوقت اللي هو راح الاسم فيه عشان خاطر يبلغ، كانت طبعا هنا الاهالي بتبلغ الاسم ان في واحد مقتول في المكان الفلاني. بيسالوه بيقولوا له هو انت ساكن في المكان الفلاني؟ قال لهم ايوه. طبعا الجريمه دي كلها حصلت فين؟ في المطريه. قالوا تعالى بقى انت جاي تبلغ وانت اصلا قاتل واحد، يعني اتقبض طبعا عليه وتحول لمحكمه الجنائيه. المهم الراجل طبعا انزعج اول ما جوه. كل ده علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر الغسيل. الوليه وقعت جوزها في الغلط، خلت جوزها يعني واحد اتقتل والتاني اتسجن او هيتعدم، كل ده عشان خاطر الغسيل. يعني 2 ستات مع بعض وقعوا الدنيا ببعض، وقعوا رجاله ببعض، واحد فيهم اتكل على الله مات والتاني اخرته ايه؟ عشماوي. نقول ايه بس؟ الجرائم اللي بتحصل دي حاجه غريبه يعني. يعني لما تكون واحده بتنشر غسيل المفروض انت نشرتيه ساعه ساعتين ثلاثه شيليه، ادي فرصه للي فوقيك ان هو ينشر، ولا لازم عشان خاطر ينشر يبعت لك حد ويخبط عليك يقول لك شيل الغسيل؟ ما تشيليه من نفسك. وبعدين هي بدل ما هي بعتت لك حد خلاص ده ذوق منها، ذوق منها ان هي بعتت وقالت لك، مش تعتبريه بقى ان هي بتأمرك او ان انت بقى خلاص مش فاضيه مش هشيله. هي فتوانا هي، لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.